حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. متعودين مني اني دايما بجيب لكم الوصفات الحلوة جدا جدا، وما بعرضش على قناتي الا الوصفات المهمة والمفيدة واللي اي حد هيتفرج عليها هيحبها جدا وهيستفاد منها. النهاردة بقى جايبه لكم حلوة التمر، وصفة حلوة وسهلة وبسيطة، مغذية جدا جدا جدا، تنفع للولاد تنفع للشباب لو بيروحوا جيم، مغذية وكلها طاقة، بجد لازم تجربوها. غير كده طعمها حلو جدًا، جدًا. تعالوا أقول لكم هنعملها إزاي، وكمان عندكم الفيديو بالتفصيل على القناة. بُصّوا بجد حلوة أوي، أوي، أوي. هي عبارة عن إيه الوصفة دي؟ عبارة عن عجوة، نوع من العجوة يكون نضيف، نحط عليه زي ما إحنا عايزين، سمسم بالكمية اللي إحنا عايزينها، سوداني، لوز، عين جمل، زبيب، الحاجة الموجودة عندكم، ما لهاش مقادير ثابتة، زي ما باقول لكم كده. وبعد كده نبتدي نعجنها مع بعض كويس جدًا، وطبعًا عليها معلقتين زبدة أو سمنة بلدي، ونعجنها مع بعض كويس أوي، أوي. العجوة، السمسم، السوداني، عين الجمل، أي حاجة موجودة عندنا زي ما أنا قُلت لكم، نعجنها كويس جدًا مع بعض، وبعد كده نكوّرها كوّر زي ما أنتم شايفين كده. وبعد كده بكل سهولة هنجيب شوكولاتة دايبة، شوكولاتة غامقة زي ما أنتم شايفين، وشوكولاتة بيضا، ونبتدي نجيب شوكة ونغطّس كرات التمر التحفة اللي أنتم شايفينها دي، أو حلو التمر، ونطلّعها لحد ما تنشف. مش قادرة أقول لكم على جمالها وحلاوتها. أنت متخيل إنك تاكل تمر فيه سوداني وعين جمل وسمسم، سمسم ده كله كالسيوم، ومعلقتين زبدة كده ونعجنهم على بعض ونطلّع الحلوى التحفة دي، أحلى بكتير جدًا، جدًا من كل الحلويات اللي إحنا بنشتريها من الماركت، محطوط فيها مواد حافظة ومش حلوة، وبجد مؤذية جدًا، جدًا. كلنا نتعود نعمل الحلويات دي في البيت. عندِك شباب بتروح gym هتعشقها وتموت فيها، عندِك ولادِك صغيرين هيحبوها جدًا، جدًا، أحسن كتير أوي من أي حلويات برّه. سهلة وبسيطة، وبعد ما بتبرد زي ما أنتم شايفين والشوكولاتة تمسك عليها، نبتدي نحطها في ورق زبدة زي ما أنتم شايفين كده، ونحطها في علبة ونسيبها في المطبخ، كل اللي طالع واللي داخل ياخد منها، اللي نازل الصبح بدري وما لحقش يعمل فطار ياخد كام واحدة كده من حلوى التمر التحفة دي جنب القهوة بتاعته أو الشاي بلبن. بجد طعمها تحفة وهتعجبكم جدًا، جدًا. لو عايزين تشوفوا الوصفة كاملة أو أنتم بتشوفوا الفيديو ده من على اليوتيوب، هتلاقوني سايبة لكم سهم صغير تحت في الفيديو، اضغطوا عليه وشوفوا الوصفة كاملة. ودي طريقة تانية للتقديم حلوة جدًا، جدًا. بجد نفسي تجربوا الوصفة، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله. باحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.